كيكدة تعيش الرعب وسط جرائم قتل هذه الأيام. بالأمس جريمة جمال الدين الشاوي بأقصى شرق الولاية بلدية السبت، واليوم فاجعة أخرى للشاب جقريف بوعلام بأقصى غرب الولاية بلدية الولجة بو البلوط. فماذا يحدث بولاية سكيكدة؟ مواطنون من قرية الحوارك ببلدية بن الويدان يكتشفون جريمة قتل مروعة لشخص مذبوح داخل سيارة سياحية. تمكن ليلة أمس مجموعة من المواطنين من قرية الحوارك التي تبعد بحوالي 3 كيلومتر عن بلدية بن الويدان من توقيف شخص كان بصدد محاولة دفن ضحية من جنس ذكر مذبوحا داخل الصندوق الخلفي للسيارة، سيارة سياحية سوداء من نوع داستر. واستنادا إلى مصادر مطلعة فإن الضحية والجاني ينحدران من قرية البابر ببلدية الولجة بولبلوط التابعة لدائرة عين القشرة، حيث أقدم الجاني على ذبح الضحية وإخفائه داخل الصندوق الخلفي لسيارتها على بعد حوالي 30 كيلومتر بجانب الطريق الوطني رقم 43. حاول إدخاله المركبة إلى مكان غابي بمنطقة الحوارك لبين الويدان للتخلص من الجثة بدفنها، غير أن صاحب اسطبل لتربية المواشي كشف خطته الوحشية واتصل بجيرانه وحاصروا الجاني على الفور. تدخلت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني وأوقفت الجاني وتحويل جثة الضحية إلى مستشفى تمالوس. الجهات الأمنية والقضائية فتحت تحقيقا في أسباب هذه الجريمة الشنعاء التي تأتي ساعات فقط على جريمة المغدور المحامي ورئيس البلدية السابق المقتول جمال الدين الشاوي. ربي يرحم الفقيدين ويسكنهما فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان إن شاء الله.